السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل خرز، يعني بطيخ بالخرز. ازاي نعمل البطيخ بالخرز؟ دلوقتي هنعرف ازاي هنعمله. يلا بينا بقى نقطع حتة استك. قطعنا حتة قد كده عشان يعني هياخد، يعني بصوا هياخد يعني حتة استك كتير قوي. هو مش كتير يعني، بس هو شكله حلو، شكله شيك خالص. يلا بينا نعمل الخاتم البطيخ. اول حاجة هنجيب خرز، عندنا هنا خرز اخضر وابيض واحمر واسود. تمام، الاول هنحط كام خرزية خضراء. هنحط 6 خرزات اخضر. اهو حطينا 6. تمام، وبعد كده هنيجي على الابيض ونحط 5. اهو حطينا 6 خرزات اخضر و5 خرزات ابيض، ونيجي من على الطرف اللي عند الاخضر ده وندخله في الخرز الابيض بس، واحدة واحدة عشان ايه يتدخل. تمام، هو يعني عشان بقول لكم كده عشان تدخل معاكم. هنيجي على الخرزة التانية وندخلها. هو اللي كان صعب في الخرزة الأولى. نيجي على آخر خرزة هنحط بس على الأبيض بس. اهو، ونيجي نعمل كده هيطلع بالشكل ده. في الأول خالص هيطلع بالشكل ده. تمام، ونيجي على الخرز الأحمر ونحط 4. يعني كل ما نزيد في الخرز اللي هنا. يعني الأول عملنا 6 وبعد كده 5 وبعد كده هنحط 4. تمام، 4 أحمر. هو أي خرز مش مهم المقاس، يعني اللي عندك في البيت الموجود. يلا ندخل 4 خرزات حمر. تمام، ونيجي هنا من الطرف اللي هنا ده وندخله في الخرز. يعني نيجي هنا من الطرف ده وندخله في الخرز الأحمر. تمام،
بردك واحدة واحدة عشان نسهل على حالنا كلام. نيجي على التالتة. نيجي على الخرزة الأخيرة. ونيجي بقى نعمل كده، هتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، تطلع معاكي بالشكل ده. وبعد كده نيجي بردك نجيب خرزتين من الأحمر وخرزة واحدة من الأسود. تمام، اهو خرزتين من الأحمر وخرزة واحدة من الأسود، ونحطهم. نحط الأول الأحمر، ها، وبعد كده نحط خرزاية من الأسود اهو. ونيجي من الطرف ده اللي دخلنا فيه الأربع خرزات أحمر وندخله بقى من هنا بردك واحدة واحدة عشان نسهل علينا الخرز. نيجي على الأخيرة. اهو طلعت معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. ونيجي على بردك الاسود والاحمر، نجيب خرزاية حمرا ها وخرزاية سودا، خرزتين بس. ما بقولكوا بننقص، اول عملنا 6 وبعد كده 5 وبعد كده 4 وبعد كده 3. بعد كده نيجي هنا على الخرزاية الحمراء الاول، بعد كده الخرزاية السودا، وبعد كده ندخل بردك. نيجي كده من على الطرف ده وندخله من هنا. تمام، اهو ندخلها في الاحمر اهو، تطلع معاكي بالشكل ده. هي دلوقتي انت شايفينها اصلا مش بطيخة، بس هي في الاخر تبقى بطيخة جامدة قوي. هنيجي بقى هنحط خرزاية واحدة بس حمرا. ماشي اهو، نحط خرزاية واحدة من الاحمر في الطرف ده، ونيجي من الطرف ده وندخلها من هنا. وطلعت اهي، عملناها بطيخة. تمام، ونعمله زي كده نكمله بالاسود. تمام، يلا نجيب بقى خرز اسود ونيجي هنا نجيب
من الخرز الاسود، من الطرف ده 7 ومن الطرف ده 7 على القلب تالي كده كفاية، بس انا هحط عادي 8 هنا 8 هنا. هو انت براحتك بقى، ايديكي كبيرة صغيرة عادي. تمام. بجد هو شكله شيك حلو جدا. يلا هنحط من هنا 8، من هنا 8 2 كده 2. مفيش حاجة. ايه اهو كده هنعد 3 و3 6 7 8. تمام، هنا عملنا 8 وهنا هنحط 8، ولازم يكونوا الطرفين متساويين. اهو بصوا اهو. منها ارمي هنا. لازم نحطه هنا. انت كاتبتين. كده اهو 8. وبعد كده نيجي هنا نربطهم مع بعض كده. وممكن تعمليه حلق لو عندك اللي هو بتاعت الحلقة دي اللي بتتدخل في الودن، عادي ممكن تعملي حلق يعني، مش مشكلة. اللي هو خاتم او ميدالية عادي، بس تكبريه يعني، تزودي في الخرز. ونقص بقى الزيادة. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وكل حاجة خاصة بالفيديو. وباي.